السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتطرق من خلاله إلى المباريتين الوديتين التي سيخوضها المنتخب المغربي في مارس القادم. وقبل البدء صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة، يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب أنغولا يوم الجمعة 22 من مارس 2024 بالملعب الكبير بأكادير. وفي مباراة ثانية سيقابل المنتخب الوطني نظيره الموريتاني بنفس الملعب في يوم الثلاثاء 26 من مارس المقبل. وكتحليل لهذه المباريات، فإن الجامعة المغربية تختار وبذكاء منافيسها، حيث نجد أن المنتخب الأنغولي أبصم على مشاركة متميزة في كأس إفريقيا لخير بكوت ديفوار، حيث وصل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وودع البطولة على يد وصيف الكأس المنتخب النيجيري بهدف وحيد مقابل لا شيء. وبهذا يكون المنتخب الأنغولي قد وصل إلى الربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد سنة كل من 2008 و2010. فيما أبصم المنتخب الموريتاني هو الآخر عن نسخة تاريخية له، حيث تأهل من دور المجموعات على حساب المنتخب الجزائري الذي كان مرشحا لأخذ اللقب. وبلغ ثمن النهائي لكأس إفريقيا ليودع البطولة على يد الرأس الأخضر بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة، جاء من خطأ في التمرير من المدافع. وبهذا نجد أن المنتخب المغربي سيكون في انتظاره مباريتين كبيرتين ومشوقتين، يرجى من خلالهم الناخب الوطني وليد الركراكي التصالح مع الجمهور المغربي. هذا ما في الأمر مشاهدينا، وشكرا على المتابعة.